يلا يا عسلية، لو عملتي الكرشة بنفس الطريقة دي هتعشقي الكرشة وتحبي تعمليها. طريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة. سيبنا بقى من اللي قال مية سخنة واللي قال مية ساقعة، يعني كل اللي يقول وصفة ما ترضيش ربنا الله يسامحه، مش هنقول غير كده. انا جبت القطعة الصغننة دي بس زي ما انتوا شايفين حطيتها في مية سخنة بس. الحمد لله على كل حال ان انا واخدة حتة صغيرة. عايزة اقول لكم الجلد لزق فيها لزق كده، او الحاجات اللي كنا بنقشرها دي لزقت مش عايزة تخرج. يعني فعلا لو حطيتي الكرشه في ميه سخنه يستحاله ان هي تنضف معاكي. انا بقول الصراحه وبقول اللي انا شفته، ماليش علاقه بقى باللي بيعملوا مثلا عشان الترند او عشان الشو او كده، لا. انا ما كانش الوصفه اعملها ترضي ربنا قبل ما ترضي اي حد يبقى بناقص منها. بصوا يا حبايبي عملت ايه. انا جبت الكرشه زي ما هي نضفتها تنظيف تمام يعني من اللي فيها خالص وتمام زي الفل، وخليتها مفيش اي روايح ولا اي حاجه، ورحت زي ما هي حطيتها في الفريزر. عدى بقى العيد الزيطه بتاعته بالاكل بالشرب بكله رحت مطلعاها بعدها وقت روقان يعني زي ما هي يا دوبك فكت. وزي ما انتوا شايفين قسمت بالله ما عملت اي حاجه تاني فيها، وطلع بكل السهوله اللي انتوا شايفينها دي. يعني ما شاء الله من الفريزر يا دوبك فكت بس التلج اللي فيها وكده، ودخلت على طول رحت ماسكاها زي ما انتوا شايفين. حتى من غير السكينه بيطلع في ايديا. انما اللي نزلت الميه المغليه دي خلاص يعوض ربنا فيها، مش عايزه تنضف باي طريقه. يعني الطريقه دي انا شايفاها انضف واحلى بكتير، احسن ما تركنيها ساعتين 3 وتكوني مثلا حاطه اي مواد فيها ومش عارفه ايه شغلانه. برضو اكيد المواد اللي بنحطها الكرشه نفسها بتتاثر بيها، وده اكل هناكله. فاحسن طريقه واسهل طريقه بجد عن تجربه. والله يبارك للي قال على الوصفه دي بجد، لان انا بحب الناس اللي تشوف الحاجه تقولها زي ما هي عشان تفيد وتستفاد. في ناس بتحب تاخد المعلومه لنفسها، ناس بخيله. ربنا يكفينا شر البخل واصحابه يا رب، لان البخل ده حاجه مش حلوه طبعا. اما تكون عندك معلومه وتفيدي بيها حد تاني هيدعيلك دعوه حلوه، والدعوه دي يا هناكي ويساعدك بيها. بصوا بقول لكم خلاص اوعوا تعملوا الطريقه بتاع الميه السخنه دي، لان شوفوا الفرق بين هنا وبين هنا. وطريقه سهله وبسيطه وما اخدتش معانا وقت خالص وتخليكي تحبي الكرشه تعمليها. حتى لو 20 كيلو قدامك مش هيكمل معاكي اي حاجه ولا وقت ولا مجهود معاكي. حبايب قلبي اللي عجبوا الفيديو وشاف الفيديو ينساش اللايك والفولو. اشوفكم على خير ودعوه حلوه من القلب الطيب. مع السلامه.